باعتبارها الجهة الشرعية التي تمثل المجتمع الدولي، ولكن نحن على يقين تام بأن القرار ليس بيديها، القرار بيد الدول دائمة العضوية وخاصة أمريكا وروسيا. مهام هيئة الأمم المتحدة وخاصة جهازه مجلس الأمن الدولي هو حفظ السلم والأمن الدوليين، وإن أي انتهاك من قبل أي دولة للسلم والأمن الدولي يستوجب المسؤولية القانونية وفق القانون الدولي. إن دخول القوات التركية دون أي تنسيق أو اتفاق مع أي جهة سورية شرعية يشكل احتلالا، فهي دخلت الأراضي السورية على ظهر الدبابات وعن طريق الطائرات والقوات العسكرية. هي دولة محتلة، هي عامل عدم استقرار في المنطقة بالكامل، اجتازت الحدود بدون أي تنسيق أو حتى بطلب أو بالإذن من سواء من الشعوب المنطقة أو حتى من الحكومة نفسها وحكومة دمشق. فمن خلال السياسات المتبعة في المنطقة، سياسة التهجير، التدريك، التغيير الديموغرافي، تغيير معالم المدن، تواطؤ الشركات العالمية وبتمويل من بعض الدول وللأسف الشديد في المنطقة. لذلك ما راح أقول كثير إنه في محاور ثانية والله. الخارجية قدموا مذكرة احتجاج لدولة روسيا الاتحادية، وبنفس الوقت لهيئة العلاقات الخارجية نفسها للتنسيق ما بيننا لإيصال صوتنا إلى المجتمع الدولي عن طريق علاقات دبلوماسية، التنسيق مع بعضها. داخوانيا بداوی کردن پنگاوا وگره به اوله ما فکر روایه جبو گل اورای گشتی پیشی در باسمونا 3 سالان سر داگرکردن باجار سرکانی و گری سپی جالی چتین بسر دولت ترکیه داگر کرده دبن سیوان کلشگری و پشتوانی هند دولت ناونتوی کد انجام ده باجار و گندوار وی هاتن داگر کردن و بدار زوره گل جی هات کجبر کردن. کمیته کجبرین سرکانی گرزگی چالکین جور به جور لدار خستن مینا خواندنا داخوانیان رادسکرنا داخوازنامهان جبو هز ناونتوی اف پنگا و ما در روزا 8 جدمه 2022 ده لکامپ واشوکانی با مدبون اندام کمیته و هجمارک جگل ما و سازو دزگهن راگاندنه دبن ناوی وگره به اولا ما فکروای هاتا دست بکرن. ام آنها رضا چالکین خواه کجالی ما و هاتن کرن رادگهینن. روزا یکم ندار خستنا کنگرکی و خواندنا داخوانیان بسه زمانان کردی، عربی، سوریانی تیده بن پیکرنا دولتا ترک لحریم داگرگیری هاتا راگاندن با مدبونا دزگهن راگاندنه. روزا دیم هشتاگ بناوی کمیته دبن دروشمه وگره به اولا ما فکروای بسه زمانان هاتا وشاندن. هر وها کمجیوینک لکامپ واشوکانی جبو گل کجبر هاتل دارخسن او جل سر باجار سرکانی بری و پیشی داگر کرنه. روزا سیم کمیته کی تایبه جبو سردان مالباتین شهیدان مجلس شهیدان و مالباتین کسی ونداد شرده هاتا داین. روزا چاران کمجیوینک مزین جبو گل دبه ناوه وگره به اولا ما فکروای لکامپ سرکانی هاتل دارخستن. روزا پنجان کمیته یک جاندام کمیته هات سازکرین تیدا دخوازنامه رادستی اوفیسا روسیا و دریا کمیته تکلیان آدر و ریفبریا خسر و یه باجار حسا که جبو نونرین کالسیون نافنتوی هات کرن. هر وها دخوازنامه که تیدا روشا کجبران و روشا کل عرده رود ده و دخوازن گل ما رادستی کمیته تکلیان در و آری و بریا خسر کر. روزا ششان کمیته هات سازکرین تیدا سردان مالباتین کجبران یه هندر و در و کامپین هات کرن و تیدا رو شوان آزور و زحمت هات نقاش کرن. روزا هفتان درخستنا کمجیوینک جبو پاریزار حقوق ناسان لسر روشا داگر کرنه و رولا دولتا ترک آداگر کر و چوانی رافا کرنا رولا دولتا ترک لکامپا سرکانی هاتل دارخستن. ام لفر وکی کمیتا کجبرنا سرکانی جواره بداوی کرنا پینگا و میا بناوه وگره به اولا ما فکروای رادگهینن که هفته که بردوام کرد. ده همان دمید ام جگل خوره تکز دکن که امه به هز خویا سیاسی، دیپلماسی و زاگونی بکار بینن دا که هویتی و پنپیکرنا دولتا ترکیه جرای گشتیره وره پاروکرن. حتی که داویل داگرکریه وره و گل ما با آوای که یاسایی
وگر سر مالین خواه لسر وان بنگاهن چه بخواستن امی لسر وی کار بکن تکرین خواه لسر اصلا نافنتوی و حریمی بهز بکن دا کو زختن دولت ترکی وره کرن جبو کج حریم وکشه ام لور جواکا نافنتوی برپرسیار دبینن جراوشا کو گلی ما تیدا درباس دبه ایریشا دولت ترک بتایبت ام جارک دنه بانگ لوان دکن کرولا خواه رابن دا کوره لبر هوفتو کریارین دولت ترکی وره گرتن و زختیل دولت ترکی بکرن دا کج حریم ما وکشه گلی ما وگر سر آخا خواه پیشو که اف حریم هاتنه داگر کرن جبو ترور بویا جه واره دوی بلس چارەسەرێک سیاسی جبو کریزا سووری بگشتی واره دیتن د داوی د ام بانک لنتوی یکوینی دکن کو پشتوانیا گلی ما یک کوجبرکری بکه اولگور یاسا ناونتویا کوجبران تب بگره 14 ماه دهان 2022 لحسك كوميتا كوجبرين سريكانيه. بيان الختامي لحملة العودة الآمنة حق مشروع التي أطلقتها اللجنة المهجري السريكانية راس العين رش عينه قبل الأسبوع إلى الشعب والرأي العام بعد مرور 3 سنوات على الذكرى الأليمة لاحتلال منطقتي سريكانية وراس العين وغريسبي وطل أبيض عبر عملية العسكرية للمحتل التركي ومرتزقته بالتواطؤ من بعض الجهات الدولية والأقليمية والتي نتجت عنها احتلال المدينتين وأريافهما والتهجير السكان الأصليين بقوة السلاح والإرهاب المنظم. أطلقت لجنة مهاجري السريكانية راس العين رش عينه حملة من الفعاليات والنشاطات وأصدرت بيانات وتقارير رسمية تندد بالعدوان التركي تحت عنوان العودة الآمنة حق مشروع، وذلك عبر المؤتمر الصحافي في مخيم المواشوكاني بالحسكة بدءا من تاريخ 8/10/2022 ولغاية يوم بحضور وسائل إعلام وإداري لجنة وبعض أهالينا والمهجرين. والآن نعرض سلسلة الفعاليات والنشاطات التي قمنا به خلال الأسبوع من الزمن. الأول عقد المؤتمر الصحفي وقراءة البيان باللغات الكردية والعربية والسريانية، كذلك حصيلة انتهاكات التي ارتكبتها الدولة التركية خلال 3 سنوات من الاحتلال بالأرقام والنسب التي وثقت رسميا بحضور وسائل الإعلام. إطلاق هاشتاغ باسم لجنة العنوان العودة الآمنة حق مشروع باللغتين الكردية والعربية. إقامة الندوة الحوارية للمهجرين في المخيم واشوكاني تحت عنوان سريكانية قبل الاحتلال وبعد الاحتلال بحضور العشرات من المهجرين والوسائل الإعلام. وتم تشكيل عدة لجان زيارة مجالس العوائل الشهداء في المخيمات وعديد من العائلات الشهداء والمفقودين والأسرى داخل المخيمات وخارجها والاستماع إليهم. رابعا عقد الندوة الحوارية الموسعة للمهجرين تحت عنوان العودة الآمنة حق مشروع في مخيم سريكانية وطلاء بمشاركة عشرات من المهجرين الإداريين واستماع إلى مطالبهم ومعاناتهم. اليوم الخامس تم تشكيل وفدين منفصلين من أعضاء اللجنة لتسليم مذكرات الاحتجاج إلى الإدارة الروسية عن طريق العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومذكرة أخرى إلى ممثلية التحالف ضد داعش بالحسكة واللقاء مع مبعوث الأمريكي، كذلك تسليم رسالة إلى دائرة العلاقات الخارجية لرفع المستوى والتنسيق للعمل معا وتسهيل مشاركة الأعضاء اللجنة في المحافل والمؤتمرات الدولية ولنقل الواقع على الأرض وحال المهجرين عبر تقارير رسمية والأدلة القاطعة والتوثيق ونقل معاناة والمطالب المهجرين لهم. تشكيل عدة وفود لزيادة مهجرين، وحيث زارت هذا الوفود المهجرين في المخيمات وخارجها ومراكز الإيواء والقانطين في القرى والمدن واستماع إليهم ولمعاناتهم وكيفية إيجاد حلول لتلك المشاكل مع الجهات المعنية في الإدارة الذاتية. سابعا عقد جلسة حوارية موسعة للمحامين والقضاة والقانونيين لمناقشة وضع الاحتلال قانونيا وكيفية التعاطي مع هذا الملف بعد تداوله ومناقشة الحالة القانونية وضرورة إقامة الدعاوي على المحتل ومرتزقته في محاكم الوطنية والدولية، كذلك الجهات المتواطئة وشريكة معه. ومن هنا نحن في لجنة المهجرين سريكانية راس العين رش عينه نعلن انتهاء الحملة والعودة الآمنة حق مشروع التي أطلقناها واستمرت مدة أسبوع متواصل من نشاطات وفعاليات وتنديدا بجرائم المحتل ومرتزقته. في وقت نفسه نؤكد لشعبنا المهجر أننا لن ندخر جهدا للدفاع عنه بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية وغيرها دون تردد وتراخي. بقيت عودة آمنة وكريمة لشعبنا المقاوم في المخيمات وخارجها ومدنهم دون احتلال، وتكثيف الجهود الدبلوماسية مع جميع القرى والخارجية والرسمية والشعبية والمنظمات العالمية والقرى الديمقراطية في داخل المحتل لإرغام المحتل التركي على الانسحاب من جميع المناطق المحتلة التي باتت مسرحا لارتكاب المجازر والإبادة الجماعية عبر اتباع سياسة التهجير والتتريك. كما نحمل المجتمع الدولي المسؤولية ما حل بشعبنا نتيجة العدوان التركي وندعوه مجددا للقيام بواجباته وعدم التنصل منه
من أجل إيقاف عجلة الإرهاب التركي وإنهاء احتلال وضمان عودة الآمنة للأهالي والسكان المدنيين إلى مناطقهم دون قيد أو شرط. ونطالب القيادة المركزية للتحالف الدولي ضد داعش الوقوف إلى جانب المهجرين في محنتهم والضغط على تركيا الانسحاب من سوريا من أجل حسم الملف التنظيمات الإرهابية بسبب ارتباط العدو الوثيق بينهما بعد أن تحولت المناطق المحتلة إلى ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية، والعمل على إفساح المجال أمام الحلول السياسية. ونجدد مناشدتنا للمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة وتقديم الدعم اللازم للمهجرين وفق قوانين الدولية النافذة في المخيمات وخارجها دون تسييس الملفات الإنسانية واستغلالها لمآرب والأهداف غير شرعية والقانونية بغية إرضاء الغير. حسكة مخيم سريكانية طلاقة 14/10/2022.